الخوت واحد الطلب، هذا الفيديو هذا موجهش ليكم، موجه لحكومه اخنوش. داكشي علاش بغيتكم كلكم تبارطاجيو حتى يوصل، وشكرا لاي واحد بارطاجا ولا دار شي كومونتير ولا خلى شي لايك. اجي نسولك، واش باقي عاقل على ريان اللي طاح في البير والعالم كامل عرف القصه ديالو؟ في الاعلام كانوا كيقولوا لنا واحد الجمله بزاف ديال المرات، واللي هي على قد ما تعطلوا رجال الوقايه المدنيه باش يوصلوا لريان، على قد ما فرصه النجاه ديالو كتقلال. فاليوم ريان هو الشعب المغربي، على قد ما تعطلت حكومة أخنوش باش تلقى حلول منطقية وتنزلها لأرض الواقع، بعيدا عن الوعود الكاذبة والتملص من المسؤولية. لا راه حرب أوكرانيا هي السبب في غلاء الأسعار، لا راه ثقب أوزون هو السبب، لا راه بن كيران ولا وهلو بن أبيدار هي السبب. عيقتوا علينا. هاد الهضرة في عصر الذكاء الاصطناعي ما بقاتش خدامة معانا، وهاد الجيل هذا اللي طالع دابا راه كله واعي. وهاد الهضرة ديالكم سيروا قولوها لجدودنا اللي شافوا محمد الخامس الله يرحمه في القمرة. أما حنا فراه كفى من الاستحمار وبركة من القوال. اليوم سيهم أخنوش السلطة والمال واللي دوير عف، وحكومة صامتة لا تحرك ساكنا إلا من رحم الله، وشعارهم اللي درتوها احنا معاكم. ما المرأة 1000 فرنك تعمر فيها كفيف تديها وفرحانة. دروك راه جاية تلقط الخضرة من الأرض، هذاك الديشي ديال الأرض تلقطو باش ديال المرأة باش تاكل ولادها تسكتهم. هذا الشيء اللي وقع للمغاربه ما عمرنا شناه وما عمرنا عشناه. شعب كيموت في البحر، والاف الشباب اختاروا يغامروا بارواحهم ومشاو لتركيا لعل وعسى يلقاو مهرب لاوروبا، والباقي يا حماق يا مشى للحبس. شو صار معكم شباب؟ العذاب اصحابي، العذاب العذاب الشديد. مزيان يكون عندنا الترام والمولات والقناطر المعلقه والابراج الطويله بزاف، ولكن حنا الفقراء راه غير كنتصوروا حداهم، راه ما كندخلوش لهذا الشيء، او بالاحرى شي حاجه ماشي ديالنا، لان الاغلبيه الساحقه الراتب ديالها ما كيفوتش 3000 درهم، وكارب 2000 درهم، وكتلقى عنده جوج وليدات وكيصرف عليهم هذيك 1000 درهم اللي بقات ليه. على كل حال اجي نعرفوا حنا فين وشكون حنا وفين غاديين. من اصل 167 دوله في العالم سنه 2023، المغرب جا في الرتبه 114 مؤشر الحريات، الرتبه 122 في جوده التعليم، الرتبه 86 في مجال الصحه، الرتبه 95 من ناحيه جوده الاقتصاد، والرتبه 162 من اصل 167 دوله في الراسمال الاجتماعي. ولكن جينا في الرتبه 57 عالميا من ناحيه جوده البنيه التحتيه، وهنا كنشوفوا ان استثمار الدوله كله كيمشي في السيما والحجر، وفي المقابل تهميش كبير يطالوا البشر اللي راس مال الدوله، واستمرار ازدهار دوله راه مقرون بجوده راس مالها البشري. وهنا راني كنعني التعليم، وما ادراك ما التعليم، حيت نهار مشى التعليم وقلت الجوده ديالو وتم احتقار الاستاذ، بدينا حنا كشعب كنفسدوا، والدليل راه بين ايديك. دخل ضرب لك شي طليله في تيك توك وشوف ولادنا المغاربه والحاله اللي وصلوا لها، وهادشي الا رجعتي غير 10 سنين لور راه ما كانش. مناظر تخجل وتحز في النفس، ويا حسرة على شنو غادي ينتجوا لينا هادو مستقبلا، ويا اسفا على مغرب الغد. وحنا كلنا راه عارفين انه الى اجتمع لنا الجهل مع الفقر شنو غادي يولدوا لينا، وزيد عليهم الطامه الكبرى اللي هي مخدر البوفه ومن لا يعرفها، اللي دمرت لنا شباب في عمر الزهور وفرتكت عائلات، وتقدر تدمر جيل على قده. ومن هذا الفيديو هذا كنحاول نوجه نداء لاعلى سلطه كاينه في هذه البلاد، ملكنا محمد السادس، باش يعطي تعليمات وما يكونش تسامح تام مع المروجين ديالها، ويردوهم بحالهم بحال الارهابيين ماشي تجار المخدرات، حيت هذيك ماشي مخدر اللي عادي. وباش ما نهربش على الموضوع الاساسي، حيت تفرعت بزاف في هذا الفيديو هذا، لانني حتى انا مواطن وحتى انا متضرر من غلاء الاسعار، واللي خلاني نهضر هو هذه الحكومه اللي كتخاطبنا في شخص ناطقها الرسمي واللي كيدوي مع الشعب بلغه فيها شيء من التعالي. بيك نباور اصحابي، هذيك البلاصه راه ما كيطول فيها حتى شي واحد، طير تطير 5 سنين 10 سنين ويجي وحدين اخرين من وراك. نزلوا كواريكم وشرحوا لنا واحد الجوج، شرحوا لنا هالامور كيفاش غاده، ها علاش مراهنين، ها الظرفيه على حسب الخبراء شحال ممكن تستمر، وها شنو التنازلات اللي خاصنا نقدموا باش بلادنا تخرج لبر الامان. والا نتوما كانت خاصكم مساعده طلبوها من الشعب، ما تطلبوهاش من البراني. حنا اصلا شعب صبار وكيضحي، وما كيهمناش نضحيو حنا كجيل كامل، ولكن تبقى بلادنا واقفه شامخه في وجه كل الاعداء بشرط واحد، الا تستحمرونا. وختاما كنوجه كلامي للرئيس الصامت المستفز، راه ماشي كلنا عندنا مولات وستاسيونات وعقارات واسهم في البورصه، حذر عينك ضرب شي طليله لتحت، راه كاينه 30 مليون مغربي كتموت عرق بعرق، وكاينين نتوما اللي كتفرجوا فينا. الامور راه تزيرات، حاولوا تعتقوا ما تبقى، وصافي هادشي اللي كاين. كنموت عليكم.